اقف عندك وركز معايا عشان النهارده جايب لك 5 أعمال لو عملتهم تاخد ثواب الحج بإذن الله. أنت متخيل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بك. كلنا نفسنا نحج بيت الله، وكتير مننا عنده الظرف اللي يمنعه، فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بأمة محمد إنه جعل لينا أعمال سهلة وبسيطة لما نعملها ناخد ثواب الحج. ويلا بينا على طول نخش في العمل الأول. اتوضى في بيتك وانزل صلي في الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يبقى بمجرد وضوءك في البيت، مشيك للمسجد، تروح تصلي الفرض هناك، تاخد أجر الحج بإذن الله. طب والستات اللي مش بتصلي في المسجد؟ لا أصل أنا عارفك وفاهمك وخبزك، بصيتيلي دلوقتي. طب وأنا يا أمير أديني هقول لك أهو. بمجرد النية إنك تنوي إن يا ربي أنا لو كان عليا صلاة الجماعة كالرجال كنت نزلت والله وصليت في المسجد وتطهرت في بيتي وطلبت منك يا رب اجر الحاج المحرم، فباذن الله بمجرد النيه تحوز الاجر. اما بقى بالنسبه للعمل الثاني، صلي الفجر في جماعه واقعد في المسجد لغايه شروق الشمس، وبعد الشروق بربع ساعه صلي ركعتين واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره. شوفوا اجر عظيم ازاي في عمل سهل ازاي. ربنا عنده كتير يا اخواتي، عنده كتير. طب وانا اعمل ايه يا امير؟ انا ما بصليش في المسجد. نفس الحاجه تعمليها بالظبط. تصلي الفجر في بيتك، تقعدي مكان ما صليتي، تذكري ربنا سبحانه وتعالى لغايه شروق الشمس، وموعد الشروق ده هتلاقوه يعني في الابلكيشن بتاع الاذان، هتلاقوه في النتيجه، هتلاقوه في المسجد في الساعه اللي بتبقى متعلقه على الحيطه هتلاقوه. وبعدها يا ستي بربع ساعه تقوم مصليه ركعتين، تاخدي الاجر باذن الله. عمل سهل، اجر عظيم، ما تسيبوش بقى وادعي للي عرفوه لك. اما بقى العمل الثالث هو البر. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد في يوم من الايام قال: يا رسول الله اني اشتهي الجهاد واني لا اقدر عليه، انا نفسي اجاهد في سبيل الله لكن ما عنديش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل بقي احد من والديك؟ في حد ابوك وامك لسه موجود؟ قال: امي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاتق الله فيه، فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد. انه يتقي ربنا سبحانه وتعالى في امه تديله كل الاجور دي. تخيلوا، فقال لي ليك اب او ام او الاثنين ربنا يحفظهم عايشين، فرصتك يا سيدي، فرصتك. اجر الحج والعمره والجهاد في سبيل الله موجود جنبك، بس انت اللي بتدور بعيد. بوس ايديهم ورجليهم وبرهم، قوم على طلباتهم وساعدهم، تاخد اجر لا يمكن تتخيل. ولمن مات احد والديه او والديه، يا حبيبي وانت لسه قدامك بر ليهم برضه، بالدعاء ليهم، بالاعمال الصالحه اللي تهديها ليهم، بصله الارحام الخاصه بيهم. كل الحاجات دي بر مستمر حتى بعد موت الوالدين، واجر عظيم باذن الله. اما بقى العمل الرابع ده لازم احكي لكم الحديث بتاعه بقى. الفقراء جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. خدوا كل حاجه، اللي معاهم فلوس دول خدوا كل حاجه مننا يا رسول الله. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم؟ عايزين تلحقوهم ولم يدرككم أحد من بعدكم، وتسبقوا كل اللي جاي بعدكم. وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. اللي هيعمل زيكم هيبقى زيكم، لكن غير كده انتوا سابقين الكل. ايه بقى العمل الخطير الصعب ده يا رسول الله؟ الحاجة بقى اللي يعني ايه بقى؟ ان بعد كل صلاة نقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. زي ما عندهم أموال بيحجوا بيها وانتوا لا تلحقوهم بدول بس. انت متخيل؟ هو ده العمل الرابع. بعد كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. طب والعمل الخامس يا أمير؟ العمل الخامس بقى ده لأصحاب اللي معاهم أموال شوية، وهو العمرة في رمضان. لو عندك طريقة توصلك في رمضان اللي احنا فيه ده لمكة، تروح الحرم وتعمل عمرة، العمرة في رمضان أجرها عظيم يا اخوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة فيه أي في رمضان تعدل حجة معي. أجر العمرة في رمضان زي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي عنده فرصة ما يضيعهاش. وبكده نبقى اتكلمنا عن 5 أعمال تعطيك أجر الحج بإذن الله. أما بقى لو نويت الحج السنة دي بإذن الله، فيا رب كلنا نبقى صحبة. والحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا أنا وأخويا دكتور محمد الغليظ إن احنا إن شاء الله هنبقى في رحلة الحج السنة دي موجودين مع الوكالة العربية للسياحة والسفر. ولو قدمت دلوقتي في بقى خير كتير باذن الله. اول حاجه باذن الله انه هيبقى اشراف مني ومن الدكتور محمد نساعدكم على اداء الحج
على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكلمة دي مهمة جدا ان احنا بإذن الله هنحج على السنة، وهنراعي طبعا الرخص اللي محتاجها اللي موجودين معانا، ولكن في القدر المقبول اللي يخلي حجتنا سليمة وعلى السنة. ودي للي حج قبل كده هيفهمها، دي خطيرة جدا ومهمة جدا. زائد ان الشركة دلوقتي بتقدم خصم للي هيقدم، وكمان المصريين المقيمين بالخارج لو حابين يبقوا معانا بإذن الله يقدروا يتواصلوا مع الشركة وينسقوا معاها ده. ويا رب باذن الله كلكم تقبلوا. لكن لا قدر الله اللي مش هيتقبل هيبقى له خصم خاص على رحله عمره شوال ورحلات العمره القادمه من الوكاله العربيه للسياحه والسفر. يلا بقى نقدم بسرعه عشان اخر ميعاد باذن الله يوم 19 ابريل. فهتلاقوا هنا رقم تليفون تقدروا بقى تبعتوا له وتتواصلوا معاه لو حابين نبقى صحبه في الحج السنه دي باذن الله. 5 اعمال تديك ثواب الحج باذن الله، ولو ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الصحه والمال فانت قادر على الحج، يبقى تحج بقى بجد ان شاء الله. تمام؟ الا هنا يا الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل تمشي لايك الفيديو، لايك صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام. فاضل على 2 مليون حاجه بسيطه على الانستجرام وعلى اليوتيوب، فساعدوني زقوا معايا يلا. اما للدعم على باتريون جزاكم الله عني خيرا لدعمكم المستمر والمهم جدا في الفتره الجايه عشان نطور من محتوى اكتر واكتر ونقدم محتوى اكتر واكتر. هتلاقوا رابط الدعم في الكومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني على هاشتاج رمضان مع امير 2023. جزاكم الله خيرا، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.